الملكة إليزابيث، الأميرة ديانا، كامالا هاريس نائبة رئيس الوزراء الأمريكي، الأميرة مارجريت ليميجان، هيلاري كلينتون وميشيل أوباما. ولا واحدة فيهم لفتت انتباهك إنها في أي احتفال رسمي لازم تخرج بعقد لؤلؤ؟ بخلاف إنه قلتلك إن اللؤلؤ منشط قوي للذاكرة، علشان كده كنا بننصح بيه المحاسبين وأولادنا في الثانوية العامة والجامعات اللي محتاجين لطاقة التركيز. وبخلاف اللي أنا قلتلك كمان إنه مهدئ نفسي قوي بيقلل التوتر والضغوط النفسية والعصبية اللي بنمر بيها، علشان كده كنا بننصح بيه برج الجوزاء. فالأسباب دي كلها تخليه عامل قوي يساعد على التركيز وهالة الشخصية القوية. ولا لفت انتباهك وانت بتبردي ضوافرك ان اغلب مستحضرات التجميل بتعتمد بشكل اساسي على عنصر اللؤلؤ؟ اللؤلؤ من الاحجار الملكية وله قصص ملكية كتير، منها ان الملكة إليزابيث كانت متعودة تهدي اميراتها في كل عيد ميلاد حبة واحدة من اللؤلؤ، علشان لما يكبروا ويكونوا عدد معين من حبات اللؤلؤ اللي يقدروا يعملوا بيها عقد يلبسوه بيوصل ثمنه ل6 مليون جنيه استرليني. اذا هنا اللؤلؤ غالي جدا يا بوبوش وما نقدرش عليه، صح؟ بس هنكر اللؤلؤ الطبيعي الحر أسعاره فعلا غالية جدا جدا، واللؤلؤ بيتحدد سعره حسب لونه وحسب حجمه وحسب شكله، هل هو كامل الاستدارة ولا لا. لونه احنا متعودين ان اللؤلؤ ابيض، اللؤلؤ درجات كتير في الالوان، الابيض والشامبين والاحمر والازرق والاخضر والحد الاسود. ايوه في لؤلؤ اسود. طيب كده احنا برضو ما نقدرش على سعر اللؤلؤ، بتقول 6 مليون و10 مليون. نقدر لما يكون لؤلؤ طبيعي بس مستزرع. طب ايه الفرق؟ انتوا اللي هتجاوبوني. ايه الفرق بين اللؤلؤ الطبيعي الحر واللؤلؤ الطبيعي المزارع؟ بعد السؤال ده وانت بتشتري من السوبر ماركت لا مؤاخذة البيض، تلاقي بيض مزارع وبيض بلدي، تقدر تقولي ايه الفرق بينهم؟ ومحدش يقولي الغذاء والكوليسترول والكلام ده، لان الاتنين بيض مزارع. يعني انت عاوز تقولي ان مفيش فرق بين اللؤلؤ الطبيعي الحر واللؤلؤ الطبيعي المستزرع؟ هحكي لك القصة اللي تبين لك ان في فرق في السعر فقط، لكن مفيش فرق في الاستخدام. اللؤلؤ بشكل عام حجر من الأحجار الكريمة العضوية. الأحجار الكريمة 3 أنواع: أحجار حيوانية زي اللؤلؤ والمرجان، وأحجار نباتية زي الكهرمان، وأحجار صخرية تبتدي من الألماس لحد العقيق. طب ايه سبب ندرة وسعر اللؤلؤ الحر يخليه غالي جدا؟ لان قديما كان اللؤلؤ غالي جدا بسبب ندرته في الوجود، واول بلد عربية استخرجت اللؤلؤ هي البحرين. كانت محارة اللؤلؤ بتستغرق في حدود 7 سنوات علشان تنتج لؤلؤاية واحدة فقط، وانت وحظك اما بتطلع سليمة او كاملة الاستدارة او صغيرة او كبيرة او حتى عشوائية. فكان انتاج اللؤلؤ الحر ما بيغطيش الطلب المحلي على اللؤلؤ. لجأنا لاستزراع اللؤلؤ، ان المحارة طبيعية فعلا وتنتج اللؤلؤ لكن في مقدار بسيط، مقدار شهور. بالتالي اللؤلؤ الطبيعي المستزرع اصبح رخيص لأن العرض بقى يساوي الطلب. لكن في النهاية اللؤلؤ الطبيعي الحر هو نفس منفعة اللؤلؤ الطبيعي المستزرع، إلا وإن كان اللؤلؤ الطبيعي الحر سعره عالي جدا جدا، ولا ننكر أهميته، لكن إحنا عندنا بديل. طيب ليه التفاوت في أسعار اللؤلؤ الطبيعي المستزرع؟ وإزاي أعرفه من الصناعي، البلاستيك، المايوركا؟ تفاوت اللؤلؤ يا صديقي بيرجع ل3 أمور مهمة. أولها الحجم، حجم اللؤلؤاية إن كانت صغيرة أو كبيرة. ثانيها لون اللؤلؤ نفسه اللي بيتفاوت من الأبيض الشاهق للأبيض الشامبين إلى أن يتدرج للأسود، وناس كتير ما تعرفش إن اللؤلؤ ألوان. وثالثها الاستدارة، إن يكون اللؤلؤاية كاملة الاستدارة، مش مثلثة، مش هرمية، مش فيها خطوط حتى لو هي مستديرة. وده امر نقدر نستغله كمان في مستحضرات التجميل. انت بتقول ان اغلب مستحضرات التجميل وسكراب البشرة وحتى مزيلات العرق داخل في تكوينها اللؤلؤ. ازاي انا اقدر استفيد من ده بشكل طبيعي؟
انك تشتري اللؤلؤ العشوائي اللي مش كامل الاستدارة ومش شرط اي لون، هتلاقيه بسعر رخيص جدا. لو عملنا مقارنة ان عقد اللؤلؤ مثلا قيمته 500 جنيه، فهتلاقي عقد اللؤلؤ العشوائي قيمته 100 جنيه. استخدمه في مستحضرات التجميل ازاي؟ ان انا اطحنه، لان احنا قلنا ان اللؤلؤ حجر كريم لكن اصله عضوي مش اصله صخري، فمعنى كده انه حجر هش او ضعيف، مش ضعيف بشكل تام، يا ريت ما تاخدش كلامي بالمعنى الحرفي، لكنه مش صخري. هقدر احطه في كبة الخلاط واطحنه واستخدمه سكرابات كتير، انتوا عارفين بتستخدموها ازاي للبشرة. اقدر افرق بينه وبين الصناعي اللي بنسميه مايوركا ازاي، او البلاستيك التقشير، وزي ما قلت لك الاحتكاك او تحت اسنانك. اول ما هتمسك عقد لولي طبيعي هتقدر تفرقه بينه وبين الصناعي المايوركا، وزي ما قلت لك بالاحتكاك اول ما هتحك عقد اللؤلؤ الطبيعي هيطلع زي البودر، هتمسحه البودر ده هيروح. وكانت الهوانم عندنا زمان جدتي وجدتك بيختبروه باسنانهم. صعب قوي، بيعمل احتكاك كده مع الاسنان زي الجرش، مش هتقدر توصل له في البلاستيك، وبكده هتقدر تفرق بينه وبين اللؤلؤ البلاستيك. لكن انا حبيت اوضح لك ان مفيش فرق في طاقة اللؤلؤ الطبيعي المستزرع من اللؤلؤ الطبيعي الحر، وانت حر في قرارك. صباحك خير يا صديقي.